بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بحضراتكم في محاضرة جديدة تابعة لكورس مراحل المعماري ستيب 2 أبديت. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نشرح مع بعض جزئية مهمة عن الأدابتيف كومبوننت في الريفت. طبعا ده جزء أدفانسد، ودي محاولات منهم لأن هم يخلوا الريفت أكتر حرية شوية في الموديلنج، فابتدوا يدعموا الماس بالأدابتيف كومبوننت. الأدابتيف كومبوننت، كلمة أدابتيف معناه إنه متكيف، يعني تقدر إن أنت لما تعدل فيه هو يتكيف مع التعديل اللي أنت بتعمله. هنبتدي على طول نشرح مثال للموضوع ممكن يمشي إزاي. فهنبتدي أول حاجة نعملها إن إحنا هنكريت فورم ماس نبتدي نشغل عليه الأدابتيف كومبوننت بتاعنا. فهنيجي نقول له من هنا نيو كونسبشوال ماس، هيقول لي أنا عايز أفتح تمبلت، هختار التمبلت بتاعي وهقول له هنا انت تقدر تكريت طبعا اي ماس وتلودها للبروجكت بتاعتك. اول حاجه بنبتدي نحددها هنا مثلا الورك بلان اللي هنشتغل عليه، فهنبتدي نقف على ده علشان خاطر لما نقول له شو يقول لنا ان الورك بلان بتاعنا هو ده. هنبتدي مثلا نكريت فورم، فهنبتدي نقول له عايزين نعمل لاين. اللاين ممكن يكون موديل او ريفرنس، انا هختاره ريفرنس. هختار 3D سناب علشان خاطر اقدر ارسم الاحداثيات كلها بسهولة، وهبتدي ارسم وليكن مثلا شد معينة في مبنى او فوق مبنى مثلا، وليكن مثلا حاجة بالشكل ده. الشكل ده انا عايز ابتدي اكرره اكتر من مرة، فهبتدي اجي من هنا وابتدي اقف على الكلام ده واقول له انا عايز اخد منه نسخة في الاتجاه ده مثلا، وممكن نقول له عايزين الكلام ده يكون مالتيبلاي، ونبتدي ناخد نسخة على نفس المسافة مثلا بالشكل ده. لو جينا نبص في 3D هيطلع لي حاجة بالشكل ده. نقدر نبتدي نمسك الكلام ده كله ونقول له ان احنا عايزين نكريت فورم من الكلام ده، وبالتالي اداني حاجة بالشكل ده. بعد كده هنبتدي السيرفس اللي هو كريتها لي دي، هنبتدي نمسك الكلام ده كله وهنبتدي نقول له ان احنا عايزين نعمل ديفايد سيرفس للكلام ده، وبالتالي ابتدى يقسمها لي تقسيمة ديفولت مربعات بالشكل ده. نقدر طبعا نتحكم في الموضوع من هنا، لو قلت له دي خلي لي واحد فقط، وبالتالي بقى اصبح التقسيمات في الاتجاه ده. لو قلت له الكلام ده خليه لنا 10 ودي اللي خليها لي مثلا واحد، هيبقى التقسيمات في الاتجاه التاني بالشكل ده. ممكن ده اللي احنا عايزينه عشان خاطر يكون استراكشر للشد بتاعتك، وممكن تكون محتاج تزود الكلام ده ل15، فهيبتدي يزود لك الكلام بالشكل ده. طبعا انت تقدر تاخد تعدل الكلام ده كله، يعني ممكن ابتدي اجي اقول له انا عايز ابتدي امسك نقطة زي كده وابتدي اعدل فيها. لو انا عايز ابتدي ارفع مثلا الكلام ده لفوق شوية، وبالتالي بلاقي ان الشكل بيبتدي يتعدل معايا بالشكل ده. نمسك نقطة زي كده برضو نبتدي نرفعها، وبالتالي يبتدي يديني حاجة كيرفت بالشكل ده، لكن تبقى حريص وانت بتمسك لان الامور هنا شوية متداخلة. مثلا ممكن نوصل لحاجة بالشكل ده، او خلينا نحافظ على الاستقامة بتاعتها بشكل كويس. اقصد اقول ان في امكانية للتعديل، يعني انت تقدر تبتدي تاخد تعدل الايه الكلام ده. مثلا النقط هنا اقدر ابتدي اخد الكلام ده وابتدي مثلا اعمل لها ازاحة بالشكل ده لو انا عايز اعدل النقط اللي عندي. طيب ده كلام جميل. لما تيجي تمسك اي سيرفيس فيهم انت قسمتها، نقطة مهمة قوي وانت شغال في الادابتيف كومبوننت انك تيجي تظهر من هنا السيرفيس ريبريزنتيشن، النودز بتاعتها. النود اللي هي المكونة ليها اللي هي النقط اللي بتبقى على الاطراف هنا، دي اسمها نود. ملناش دعوة بالادابتيف بوينت دول او بالنقط اللي احنا عملناها، لا انا بتكلم عن النود اللي هي الزرقاء اللي على الاطراف دي. بنظهرها بالشكل ده. بعد كده بنبتدي نروح نكريت الجسم الادابتيف اللي هيمشي على الحاجات دي، وبالتالي هاجي اقول له انا عايز اعمل نيو فاميلي، لكن الفاميلي دي انا هبتدي اجيبها مترك تمبلت كونسبشوال مترك ادابتيف كومبوننت.
الجسم اللي هنكريته هنبتدي نقول له برضو حدد لنا ده الورك بلان بتاعنا، وبالتالي لما نقول له شو هيبتدي يديني حاجة بالشكل ده. لو جينا بدأنا نقول له عايزين نعمل برضو ريفرنس، وهنقول له 3D سناب، وهنقول له الشكل اللي احنا كريتناه عبارة عن 4 نقط، هبتدي ان انا ابكهم او اكتر، وليكن مثلا حاجة بالشكل ده. طبعا حتى الان كل خط من الخطوط اللي انا رسمته اقدر اقف على بلانات كتير جدا منه ارسم عليها، لكن دلوقتي يهمني ان انا ابتدي احول النقط بتاعتي دي لنقط ادابتيف. فهنبتدي نمسك الكلام ده وهنقول له ميك ادابتيف. مجرد ما بتقول له ميك ادابتيف بيبتدي ان هو يرقمهم لك بالشكل ده، عشان خاطر تعرف هتبتدي بالنقطة نهين وتنتهي بنهين وانت بتوزع في الجسم. تمام. لو جينا وقفنا على اي نقطة اهو بيقول لي الرقم بتاعها كام، والبوينت بتاعتي النوع بتاعها ايه، والاورينتيشن بتاعها باي هوست. خلاص هقول له الكلام ده لود، او ممكن اكري الجيومتري اول علشان خاطر الجيومتري اللي هيتكرر اللي انا هعمله هنا هو اللي هيتكرر معايا هناك. هنبتدي نيجي نقول له ان احنا عايزين نحدد ان الورك بلان بتاعنا يكون البلان ده، ونبتدي نيجي نرسم مثلا ممكن نقول له بوليجون، ونخلي الكلام ده مثلا 3 فيس فقط، ونبتدي نيجي نرسم هنا مثلا مثلث بالشكل ده. طبعا نقدر ناخد منه الزاوية اللي احنا عايزينها. هنبتدي نيجي نقف على اللاين ده وعلى المسار، وهقول له create for، وبالتالي ما عندوش اي مشكلة ان هو يكريت حاجة بالشكل ده. طيب هبتدي اقول له load into project، فهيتلود معايا هنا، والادابتيف كومبوننت جاية معايا اهي عايزة تقرأ 4 نقط. فلو جينا حطينا هنا اول نقطة هيبتدي يسناب اهو، هبتدي هنا احط تاني نقطة، هبتدي اجي هنا اقول له تالت نقطة، رابع نقطة، خامس نقطة، وبالتالي خلاص يبقى انا حطيت المقطع بتاعي على الجزء ده بالشكل ده. لو احنا رجعنا تاني هنا يعني حبينا ان احنا نغير في المقطع بتاع الكلام ده، فنيجي نقول له edit في البروفايل، ممكن نبتدي نعمل تاب علشان نمسك الكلام ده بشكل كويس. نيجي نقول له من هنا لهنا انا عايزه يكون اكبر شوية، وممكن نغير المكان بتاعه شوية كده، ونبتدي نقول له finish، وبالتالي يبتدي يجي لي حاجة بالشكل ده. هقول له load into project، وهقول له override، وبالتالي بدأ يتغير معاك الشكل بالشكل ده. ده هقول له كليك يمين، ممكن اقول له create similar، وابتدي انا اشتغل الكلام مانيوال، لكن افرض انت عندك عدد كبير جدا. لو جينا هنا قلنا له خلينا الكلام ده مثلا 20، وجينا هنا قلنا له خلينا الكلام ده 20، وهكذا، وبالتالي هيكون عندك عدد كبير جدا، فطبعا مش هتقدر تمشي عليهم كلهم علشان خاطر توصل للشكل اللي انت عايزه. لاحظ هنا لان الادابتيف اللي احنا عملناها لما جينا نسناب على النقط ما ظبطتش معانا، وبالتالي لازم تكون مركز وانت شغال في الكلام ده. فهقول له كومبوننت، هلاقي ان الادابتيف بتاعتي موجود ضمن الكومبوننت المتلودة. هقول له ادي نقطة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة، وادي الخامسة. بتعمل الموضوع مرة واحدة، وبعد كده بيجيلك تول هنا خاصة بالادابتيف فقط اسمها ريبيت. مجرد ما بتدوس عليها هو اوتوماتيك بيبتدي يكرر الموضوع، لكن هنا ابتدى ان هو ياخد على نقطة واحدة. المشكلة في ايه؟ المشكلة في ان انت لما جيت تنزل دي ما نزلتهاش على النود، انت نزلتها على الادابتيف بوينت اللي هنا، وبالتالي لازم تبتدي تركز وانت بتنزل الكلام ده. فممكن نبتدي نقول له احنا عايزين ننزل كومبوننت من كرييت، ونبتدي ناخد الكلام ده على النقطة دي والنقطة دي والنود اللي هنا اللي هي دي وهنا، وبالنسبة لنا هنا طبعا حاجة بالشكل ده. لو بدأنا نمسكها ونقول له عايزين نعمل ريبيت ليها هيبتدي ان هو يكررها لي على الاجسام اللي عندي بالشكل ده، وبالتالي خلاص تولى هو التكرار معاك بالشكل ده. لو احنا رجعنا تاني لهنا وعايزين نبتدي نعدل على اي حاجة هنلاقي ان النقط بتاعتنا بتبتدي
بتعدل معانا. لو احنا عملنا كده ومسكنا اي واحدة فيهم نقدر نعدلها. لو مسكنا نقطة زي كده وبدأنا ان احنا نعدل في الشكل بتاعنا، هتلاقي ان الادابتيف كومبوننت بتبتدي تظبط نفسها على الوضعية الجديدة اللي انت بتبتدي تعملها لنفسك. وبالتالي لو بدأت اعمل تغيرات حتى جذرية في الشكل اهو، بلاقي ان الادابتيف كومبوننت بتراعي الامور دي وبتبتدي تتعدل معاك حسب الشكل اللي انت عايزه. تمام. وبالتالي خلاص ده الكونسبت من الموضوع، ان انا يكون عندي جسم ادابتيف مع التغير اللي بيبتدي يتم على الموديل بتاعي. دي ممكن تفيدك في حاجات كتير جدا، في امور مهمة ممكن تعمل بيها حاجات وافكار مختلفة. لكن هو ده الموضوع. اتمنى ان هو يكون واضح بالنسبة للناس. انا شايف ان هو بسيط، فقط الناس تبتدي تجرب الكلام ده بايديها. ممكن طبعا نيجي هنا نبتدي نلغي بقى السيرفس والكلام ده، وبالتالي التقسيمات بتاعتي ميبقاش فيها تقسيمات، ويبتدي يظهر لي الموضوع حاجة بالشكل ده. لو احنا جينا طبعا رياليستيك، نقدر طبعا ندي ماتيريال بقى للكلام ده. الجسم نفسه اللي انت مكريته تبتدي تديله ماتيريال علشان خاطر تبتدي ترندره معاك في المشروع. طبعا ده نقدر بقى نلوده المشروع عادي. ابتدي اقول له نيو واقول له حاجة بالشكل ده، فيبتدي يفتح معايا بروجكت. فده بالنسبة لي فاميلي ماس عادي خالص، لكن وقبل ما بتلودها بتشتغل في الادابتيف كومبوننت جوه الماس هنا. فبتكريت الادابتيف كومبوننت لنفسك في فاميلي منفصلة، تدخلها جوه الماس، وثم الماس تبتدي ان انت تعمل لها اكسبورت جوه فايل ريفت عادي. وبالتالي لو جينا كده هنا قلنا له فاميلي 4 او فاميلي 3، وبدأنا نقول له لود، هنلود في بروجكت 3 ده ونقول له، وبالتالي هي بتبتدي تدخل معايا كماس. فهنبتدي نحطها كده. طبعا مش هتبان معانا الا في 3D، فلو جيت في 3D هقدر بقى ان انا احط الكلام ده كماس عادي خالص بالشكل ده. بس ده الموضوع بكل بساطة. ولو عدلنا اي حاجة هناك تبتدي تتعدل معانا هنا على طول. ده الموضوع. اتمنى ان الناس يعني تجربوا بايديها، واشكركم والسلام عليكم.